السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده هنعمل طاجن بسلة باللحمة. في أفكار كتير حلوة قوي هقولها لك داخل الفيديو. آه لو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها، فعلي زرار الجرس على الكل، فضلا منك وليس أمرا. لايك للفيديو لو عجبك أو طلعت بفكرة أو معلومة. كنا جايبين كيلو ونص لحمة. فقلت بدل ما هناكل الكيلو ونص هسلقها وهيتاكل في يوم واحد، لا انا هاخد منها حتة او اتنين، هقطعها مكعبات صغيرة، واحطها في طاجن بسلة. هناكل بسلة النهاردة وبكرة يومين، ويبقى يومين كلنا لحمة. اليوم ده اليوم اللي بيبقى عندنا فيه لحمة، حتى لو كيلو واحد باخد منه حتة واحدة آه على طاجن بامية او طاجن بسلة، زي ما عملت طاجن البامية معاكم قبل كده، او بسلة او بطاطس او اي نوع خضار، او لوبيا او فاصوليا. بقطع بجيب آه اللحمة. لو حتة واحدة، لو هو كيلو هاخد منه حتة واحدة، واعمل عليها طاجن فاصوليا او حلة فاصوليا او حلة لوبيا او طاجن بامية بسلة. اي نوع خضار انت بتحبيه قومي مقطعه عليه حتة لحمة واحدة هتطعمهم. اليوم اللي بيبقى فيه عندنا لحمة باخد البسلة بس من غير لحمة، يعني بحط في الاطباق بسلة من غير لحمة. ما هو هناكل لحمة مسلوقة، ومش لازم بقى يبقى البسلة فيها لحمة. والبسلة اللي بتتفضل لتاني يوم بيبقى طعمها اجمل. انا بحب البسلة بايتة والبامية والسبانخ. آه وبحبها يعني احبها تاني يوم وهي بايتة كده. فاليوم ده باخده من غير بسلة، من غير لحمة، وبحط فيه واليوم التاني بيبقى فيها لحمة، بعمل جنبها رز بشعرية او لسان عصفور او اي حاجة. ندخل بقى في الفيديو. قطعت اللحمة زي ما شفتي مكعبات كبيرة، عايزاها تسيبها حتت زي ما هي براحتك، بس انا بحبها مكعبات صغيرة مش كبيرة. جبت توم، بحب برضو اعمل البسلة بتوم مش ببصل، بتفرق في طعمها جدا، تخلي طعمها حلو قوي. حطيت زيت، عايزة تحط سمنة براحتك. حطيت زيت، وهخلي بس التومة تصفر زي ما انت شايفة كده، مش هحمرها جامد. وهحط فيها اللحمة، هقلب بقى اللحمة كده لحد لما لونها يغير. كنتش عارفة اتحرك في الحلة كده من غير ما امسكها، فاللي لقيتها قدامي حتة ورقة جبتها مسكت الحلة بيها، مش لسه هدور على الفوطة يعني. والمفروض ان الفوطة بيبقى ليها مكان متعلقة فيه، وانا عندي المكان ده، بس ابني من الفوط بتاعتي بشكل عرايس، فهو بيحب ان هو دايما ما يلاقيهاش في مكانها ياخدها يلعب بيها، عشان كده مكنتش لاقياها. أه حطيت دي الطماطم اللي انا كنت عاملاها صلصة معاكم من كام فيديو كده. جبتها وحطيتها، طلعتها من الفريزر طلعتها شوية يعني من الفريزر ثواني كده، على ما قطعت اللحمة وعملت الخطوتين اللي قبل كده، وقمت حطاهم فيها، وقمت حاطة الصلصة فيها. والصلصة كتيرة، بس انا عشان هعمل كيسين بسلة عشان يكفوا اليومين، فحطيت كيس الصلصة كله. حطيت ملح وفلفل. لا، ما حطيتش ملح عشان دي لحمة مش هتاخد سوا. حطيت ملح بتاع كمون وفلفل. ما حطيتش ملح عشان اللحمة ما تغيبش في السوا. تمام. حطيت بس كمون وفلفل. وقلبته كده مع بعضه وزودتها مية. تمام. وكل ما هتنشف هزودها مية، كل ما هتنشف هزودها مية، لحد لما هي خلاص اجي اضغط بايدي على حتة اللحمة كده، الاقيها اللي هي استوت.
وانا بحبها مستوية مش اللي هي ايه داخلة على السوا، فهخلي البسلة تكمل معاها سوا. لا، انا بحبها مستوية. البسلة اللي معايا اللي هي القمة، حلوة النوع ده، مش وحش برضو، طعمها فعلا جميل. مش عارفة بقى هي عشان الخطوات هي اللي محلياها، ولا هو النوع ده هو اللي حلو، ولا ايه، مش عارفة، بس هي فعلا كان طعمها خطير. هحطها بقى كده وهسيبها لحد لما البسلة هي كمان تستوي، وهحطها في طاجن في الفرن. لو انت مش عايزة تحطها في طاجن ما تحطهاش، هي كده خلاص استوت. لونها جميل، لون الصلصة بتاعتها حلوة ازاي. ما انتش عايزة تحطيها في الطاجن في الفرن براحتك، بس انا بحب ريحة الطاجن. يعني بحب ريحة الطاجن وطعمه في الاكل، طاجن الفخار ده بالذات. خلاص هي كده كانت البسلة استوت، فهنقلها في البرام او في الطاجن ده، احطها في الفرن ان هي تتشمع كده. فرقت في طعمها برضو. ممكن لو انت عندك قطع فراخ تعمليها بيها، يعني قطع صدور او وراك تعمليها بيها، بتبقى برضو طعمها حلو. مش لازم اللحمة تبقى اللحمة. ممكن تاخدي فكرة البسلة بس من غير اللحمة، يعني ممكن تعملي بسلة من غير اللحم بنفس الطريقة كده من غير اللحمة. وما تنسيش تحطي الملح، انا حطيته من ما صورتش الحتة دي وانا بحطه. ما تنسيش تحطي الملح. كنت بطلع اسمها ايه، بطلع اللحمة فوق كده عشان تتشمع وتاخد اللون ده. بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وجربيها، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك.